السلام عليكم. صلوا على سيدنا النبي واستمتعوا بكرم ربنا وعطاء المدهش. خلينا اخدكم في جوله ممتعه واحكي لكم واعرفكم بقصه الصحابي ابا الدحداح. كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يجلس وسط اصحابه عندما دخل شاب يتيم الى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو اليه. الشاب بيقول: يا رسول الله، كنت اقوم بعمل سور حول بستاني فقطع طريق البناء نخله، وهي لجاري طلبت منه ان يتركها لي لكي يستقيم السور فرفض. طلبت منه أن يبيعها لي فبرضه كمان رفض. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بالجار، فالجار جه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرسول شكوى الشاب اليتيم، فصدق الرجل كلام الرسول. فسيدنا النبي بيقول له: ما تسيب له النخلة أو تبيعها له. برضه الراجل رفض. فسيدنا النبي بيكرر كلامه تاني وبيقول له: بيع له النخلة وليك نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. نفس الوقت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مندهشين وبيتعجبوا من العرض المغري جدا جدا ده. مين يدخل النار وليه نخلة كهذه في الجنة؟ وإيه اللي يساوي نخلة في الدنيا مقابل نخلة في الجنة؟ لكن الراجل رفض مرة أخرى طمعا في متاع الدنيا. فدخل أحد أصحاب الرسول ويدعى أبو الدحداح، فبيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنا اشتريت النخلة دي وتركتها للشاب اليتيم ده ليا نخلة في الجنة؟ سيدنا النبي قال له فأبا الدحداح بيقول للراجل: انت عارف البستان بتاعي؟ فالراجل بيقول له ومين في المدينة ما يعرفش بستان أبا الدحداح اللي فيه 600 نخلة والقصر المنيف والبئر العذب والسور الشاك حوله؟ فكل تجار المدينة يطمعون في تمر أبا الدحداح من شدة جودته. فأبا الدحداح بيقول له: ايه رأيك بقى تبيع لي النخلة بتاعتك مقابل البستان بتاعي وكل ده؟ الراجل بيبص لسيدنا النبي ومش مصدق اللي بيسمعه. معقولة ان ابا الدحداح هياخد النخلة بتاعتي ويديني البستان بتاعه وكل ده مقابل نخلة؟ ده ايه الصفقة الناجحة بكل المقاييس دي؟ المهم الراجل وافق، وشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو والصحابة على البيعة وتمت البيعة. ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ ابا الدحداح بيبص للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبسوط وفرحان، خلاص انا هيكون ليا نخلة في الجنة. شوفوا بقى اللي حصل. فبيقول لسيدنا النبي: انا كده خلاص ليا نخلة في الجنة؟ سيدنا النبي قال له: لا. فابا الدحداح استغرب بقى من رد سيدنا النبي: ازاي؟ انا اديته كل اللي عندي مقابل نخلة واحدة. فسيدنا النبي يرد ويقول له: ربنا عرض نخلة مقابل نخلة في الجنة، انت زيدت على كرم ربنا ببستانك كله، ورد ربنا على كرمك وهو الكريم ذو الجود بأن جعل لك بساتين في الجنة أعجز على عدها من كترها. وقال الرسول الكريم: كم من مداح إلى أبا الدحداح، والمداح هنا هي النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها. وظل الرسول يكرر جملته أكتر من مرة لدرجة أن الصحابة استغربوا من كثرة النخيل التي يصفها الرسول لأبا الدحداح، وتمنى كل واحد منهم لو كان أبا الدحداح. وعندما عاد أبا الدحداح إلى امرأته دعاها إلى خارج المنزل وقال لها: لقد بعت البستان والقصر والبئر والحائط. شوف هنا بقى رد زوجته كان عامل ازاي. تهللت من الخبر، فهي تعرف خبرة زوجها في التجارة وشطارته، تسأله على ثمنها. فقال لها: بعتها بنخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فردت عليه وهي مبسوطة فرحانة بتقول: ربح البيع. أبا الدحداح ربح البيع. مين فينا يقدر يسيب كل الدنيا علشان الآخرة؟ مين فينا مستعد يسيب كل ثروته أو منزله أو سيارته مقابل الجنة؟ لو أول مرة تعرف قصة أبا الدحداح ما تبخلش في إن غيرك يعرفها. شير الفيديو ده علشان يوصل لغيرك ويعرفها بسببك. الدل على الخير كفاعله، ودمتم بخير.